انت اتهجمت عليا امبارح بيضرب ابويا. السلام عليكم يا جماعة. ايا كان السبب اللي يخلي واحد صاحب بيت يمد ايده على راجل جد ابوه، حرام وقلة ادب وقلة ذوق انه يعمل كده قدام بنته وقدام الناس كلها. هو شاب صغير والتاني راجل كبير في السن. فعلا الاحترام خلاص ما بقاش في احترام نهائي، ما بقاش في حد بيحترم حد خلاص. يعني انت عشان صاحب مكان وهو مستأجر عندك هتقل ادبك عليه وتمد ايدك عليه؟ البنت بتحكي اللي حصل وبتقول انها راحت بنفسها هي وابوها انهم يتفقوا معاه ويتفاهموا معاه، لقوا معاملة زي الزفت ودخل واحد وقال لابوها لا ما تدخلش. اسمع البنت بتقولها. بعضنا ورحنا بيتنا في بيت جدي لحد ما نشوف المحاضر دي يعني هيعملوا ايه. المهم جينا يوم الجمعه اللي هو النهارده يعني بعد الصلاه كان في علاج انا نسيت اجيبه لبابا ووالدي. والدي عنده 66 سنه، اكتر من 66 سنه. عنده السكر، سكر تاني في حاله متاخره، وعنده القلب وبيغسل كلى. غير ان هو اصلا عنده اعزكم الله يعني مرض اسمه ايه الرعاش ده، مرض ايه يا ربي اسمه مرض الصرع. ومرض الصرع ده بنجيب له علاجه يعني مخصوص من التامين عشان علاجه بره غالي. فده العلاج احنا كنا انا للاسف نسيت اجيبه. انا في كام علاج كده سبتهم في البيت كنت فاكره ان ده مش تبعنا، فانا نسيت اجيب العلاج ده. فاحنا رحنا انا وبابا النهارده خلصنا صلاه الجمعه، يعني بابا خلص صلاه الجمعه وقال لي رحنا ننزل جاب العربيه بتاعتنا وقال لي تعالي نروح البيت نجيب حاجتنا، اجيب بقى الحاجه اللي في الفريزر وحاجات يعني بقيه العلاج ونجيب القطه ونيجي. انا وبابا بس اللي رحنا رايحين لقيناهم غيروا القفل بتاع باب الشارع وعايزين ندخل. مش عايز لقينا عاصم ده بقى نازل لنا امشوا بره محدش هيدخل، احنا عايزين ندخل نجيب علاجنا وهنمشي مش هنقعد، مش هدخل حد. واسلوب قذر جدا. وبعد كده كان في واحد واقف جنبنا اسمه سعيد ده يبقى عمهم، عم عاصم وعلي وحماه تمام. راح فتح الباب زي ما شفت في الفيديو، فتح البيت دخل سعيد وما رضاش يدخلنا. بابا زق الباب يقول له انا عايز اطلع اجيب علاجي، يقول له انا مش هدخل حد، امشي من هنا. وفضل يزعق وكده. عم سعيد بقى ده وسعيد فضل يكلم بابا بيقول له استنى يا حاج انا هطلعك بس استنى. واحنا واقفين ما بنعملش حاجه. لقينا في ثانيه الا ثانيه لقينا عاصم غريب ده بيتكلم مع اخوه علي بيقول له تعالى بسرعه غريب الحاج هنا. الحاج غريب هنا. والله يا استاذ كريم انا اقسم بالله مش فاهمه